دولة عربية داعمة للقضية الفلسطينية. سؤال كتير كتير حلو. احنا اللي داعمين الشعب العربية، ما في حدا بدعمنا ابدا. احنا داعمين حالنا وبنساعدهم على الدعم كمان. يعني تقريبا اغلب الدول العربية داعمة، بس على رأسها تاريخيا الكويت وسوريا، في احتضان الفلسطينيين كان فيه بشكل جيد. اكثر وحدة الجزائر، بعدين بيجيها سوريا، بيجيها مصر، بيجيها لبنان. هدول الشغلات. الله يقويهم يرضى عليهم. القضية الفلسطينية ولا حدا داعم حدا والله للأسف. برأيي ليبيا، أنا هيك برأيي أكثر شيء، يعني ليبيا بتساعد والجزائر كمان، وسوريا بدها حد يساعدها. مزبوط. الشعب الجزائري. السعودية، الجزائر والأردن، لأن كل فترة وفترة الجزائر ما بتقطع الشعب الفلسطيني وشارب شعورهم، وكانت الجزائر محتلة زينا وحرروهم، ويعني حاسين بنا إن كشعب محتل. وكل فترة وفترة بدعمونا اقتصاديا ومعنويا وسياسيا. أنا شايف ولا دولة واقفة مع الشعب الفلسطيني للأسف، ما حد سأل عنه ولا حد دار عنه. شوف الشهداء اللي بتروح، شوف الأقصى شو بصير فيه، ما حدا سائل فينا ولا سائل في الأقصى. لكن أكثر من هيك يعني ما حدا سائل فينا للأسف. أكثر دولة داعمة للقضية الفلسطينية الجزائر، لأنه زي ما فلسطين قدمت شهداء وقدمت جرحى وقدمت أسرى، الجزائر قدمت بلد المليون شهيد طبعا معروفة، وقدمت شهداء وعانت زي ما عانت فلسطين. الوقت الحالي ونظرا للظروف السياسية الراهنة والأفق السياسي المغلق اللي بنلاحظه هي دولة الجزائر حاليا، ودعم جزئي وليس كلي. أما بالنسبة للأغلبية الساحقة من الدول العربية، الأنظمة العربية كانت تدعم، وأن دول كثير من دول الخليج ولكن نظرا